السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وفيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. أنا جاي لكم بفيديو كله نشاط وحيوية. هتسيبوا الكسل وهتقوموا حالا تعملوا كل اللي وراكم. أنا عارفة طبعا إن احنا معظمنا خارج من العيد وكده كسلان، وشايف إن الدنيا حواليه نضيفة ورايقة وكده فمش عايز إن هو يعمل حاجة. لكن لا، انت بعد ما تشوفي الفيديو ده هتقومي حالا وهتعملي كل اللي وراكي. وطبعا انت لما بتسيبي حاجة على حاجة الدنيا بتتراكم حواليكي، وده طبعا ده كلامي دايما ليكم، ان كنتوا ما تسيبوش ده على ده، لان الدنيا بعد كده بتتبهدل قوي وما بتعرفيش تلميها من هنا ولا من هنا. دول غسالتين انا كنت غسلاهم قبلها بيوم، والمفروض كانوا اتنشروا بالليل، بس انا كنت تعبت بصراحة ما قدرتش اعمل حاجة. واول حاجة عملتها في اليوم دوت ان انا قمت من النوم بدري، وده كان يوم يعني من بعد رمضان. انا ما كنتش بصحى بدري طبعا، انتوا عارفين كلنا دلوقتي خدنا على جو سهر رمضان وبنصحى متأخرين وكده. لكن انا في اليوم ده الحمد لله كده كان في نشاط غريب فيا، مش عارفة ان انا قمت بدري ازاي واول حاجة عملتها انا نشرت الغسيل، وده كان حوالي الساعة 8 الصبح. وبعد كده دخلت بقى اشوف اللي ورايا. انا طبعا ما كنتش غيرت الملايات بتاعة العيد لحد دلوقتي. الفيديو ده على فكرة معمول من يوم الجمعة. انا ما صورتش ولا قصدي ما منتجتش ولا حاجة. انا صورته بس وسبته على كده، وبعد كده انا منتجته النهارده وقلت انزله لكم. وطبعا اول حاجة ان انا طبعا الملايات ما تقعدش اكتر من كده، كفاية عليها أول أسبوع بتاع العيد. وده أنا مش عادة بعمله، يعني أنا المفروض إن أنا ممكن أغير ملاياتي كل أربع خمس أيام كده. المهم بعد ما غيرت الملايات في بقى اشتراك في الأوضة على كومودينو على التسريحة على أي حاجة من الحاجات دي بمسحها طبعا كده، ولكن أنا مزعفتش ولا نفضت ولا حاجة، لأن برضو الدنيا نظيفة، مش محتاجة إن أنا أزعف دلوقتي ولا الكلام ده. مسحت كومودينات، مسحت المرايات، لمعت الشوفونيرة، كنست الأوضة، لمعت الحتت كده اللي هي انا حاسه انها مش نظيفه. اخدت شويه ميه صغيرين كده في قلب الجردل بشويه دوني، ولمعت بس الاماكن اللي هي مش نظيفه، لكن ما شلتش السجاد ولا حاجه، انا كنست بس. وهنا دي مكوه جوزي، المفروض جايه من عند المكواجي وكده، عايزه ارصها في الدولاب. انا هنا طبعا كنت المفروض بشيل القميص قميص وهرصهم له. هو جالي راح قايل لي، حتى انتوا شايفين رجله اهو. جالي راح قايل لي لا انت بتشيلي ايه، بتشيلي واحد واحد؟ لا، انت شيليهم على بعضهم كده في الدولاب، لان انت لو شلتي واحد واحد هتبهدلي المكوه كده. انا كنت حابه ان انا اشيل اتنين اتنين او واحد واحد احطهم، علشان وانا بحطهم يعني ما بوظش الرصه ولا حاجه. بعد كده بقى انا دخلت على المطبخ، طبعا غسله المواعين. انا ما غسلتش معاكم المواعين، لكن انا غسلتها ورصيتها في مكانها وكده. وبعد كده بعمل بقى الحوض، وحوالين الحوض كده السيراميك اللي حوالين الحوض. انتوا طبعا شايفين السيراميك بتاعي، انا عارفه انه مش حلو كده، لكن انا بصراحه مش هقدر ان انا اجدده ولا اكسر ولا حاجه. انا واخده الشقه بالشكل دوت، ومش هقدر بصراحه ان انا اعمل اي حاجه دلوقتي. ربنا يسهل باذن الله. المهم انا الحوض طبعا الاستانلس، انا شويه صابون شويه كلور بيخلوه زي الفل. ملح الليمون ده يا جماعه بصراحه حكايه، استعمليه في الحوض الاستانلس والحاجات دي، هيعجبك قوي، بيدي لمعه حلوه قوي للاستانلس وللرخام والبوتاجاز وكل حاجه بامان. انا حتى كمان بحطه في الغساله مع الغسيل الابيض، بيدي برضو نظافه، بيدي نظافه حلوه قوي للغسيل. انا مش قادره اقول لكم بجد يا جماعه شعوري لما بتبقى بيتي حواليا نظيف ومهتميه بيه، وان انا مش مهمله فيه ولا حاجه، دي بتبقى بالنسبه لي احلى حاجه بجد. نفسيتي بتبقى حلوه لما بيبقى بيتي حواليا نظيف. وطبعا اكيد يعني ولادي وجوزي وكده بيبقوا مبسوطين بنظافه البيت كده انا حواليا. هوريكم انا هعمل ايه. انا تمام. في حاجه كده هنا سبتها هنا بقى ما المفروض ان عملتهاش انا في بصراحه في حاجه رمضان، انا ما كنت عملتهاش سايباها من قبل بصراحه. العيد، في رمضان او قبل رمضان. انا جيت يعني ما عملتهاش، وقلت في رمضان باذن الله هعملها. جيت برضو في رمضان ما قدرتش ان انا اعملها وسبتها، لكن هي بصراحه كانت مضايقاني جدا، وكنت كل ما ابص عليها الاقي نفسي متضايقه من شكلها. اللي هو ايه بقى، تحت الحوض. انا تحت الحوض عندي الرخام غامق زي ما انتم شايفين كده. وانا بحط هنا، وممكن تشوفي كده تقولي لا ده مش متوسخ قوي ولا حاجه، لكن لا لا، انت لما تقربي ولان انا اللي في البيت وشايفه، لا مش نضيف. انا بحط هنا تحت الحوض، ولان الباسكت اللي بتبقى محطوطه بتاعه سوري يا جماعه الزباله وكده، والازاز الميه انا بملى كده كام ازازه ميه كبار كده، علشان الميه احيانا بتقطع عندنا. يبقى فيه ميه، القارورة الكبيرة برضو انا بملاها وبحطها برضو. بس هم دول اللي تحت الحوض تقريبا ما فيش غيرهم. انا نفسي اوي ان انا اعمل ستارة اداري المنظر دوت، لاني بيضايقني جدا. ان شاء الله انا يعني مش عارفة افصلها بصراحة ولا اشتريها جاهزة، انا هشوف لسه. بس لو حد يعني يعرف مكان بيبيع
الستاره بتاعت تحت الحوض دي، يا ريت يقول لي، بس يكون شكلي حلو يعني. تمام. وهنا طبعا انا بعد ما خلصته خلاص انا هغسل لسه الكوع. الكوع برضو الابيض ده مش نضيف زي ما انتم شايفين كده، السيراميك بصوا مقشر ومش حلو. بس ربنا يسهل باذن الله. وقلت اشطف كده، وبعد ما هنشفه طبعا من الميه، لان ما ينفعش ان انا اسيبه بميته وارص الحاجه مكانها تاني. وكده ابقى خلصت تحت الحوض خلاص. انا ما بحبش حاجه مش نضيفه عندي، وبقيني طبعا الدنيا غرقت ميه خالص. انا رحت بقى على المطبخ، حطيت شويه كلوركس الوان، وشويه برسيل، اللي هو العادي المسحوق العادي يعني اي مسحوق. وطبعا المطبخ انتوا عارفين انه اكتر حاجه طبعا بتبقى متبهدله شويه، لان طبعا بيبقى في دهون مطرح ما بتعملي الاكل، حاجه بتدلق حاجه بتقع كده يعني. تمام. ولان هو المطبخ اهم حاجه في الشقه بصراحه، لان هي اكتر حاجه بتتبهدل. واكتر حاجه ممكن تبهدل الشقه لو هي مش نظيفه، يعني لو الارض مش نظيفه هتبهدل لك بقيه الشقه. فلازم باستمرار ان انت تهتمي بنظافه المطبخ. وهي اكتر حاجه عندي بصراحه بتاخد مني وقت وبتشغل دماغي قوي، نظافه المطبخ. يمكن نظافه الشقه بره ما بتشغلش دماغي زي المطبخ كده، لان نظافه الشقه انا يعني هيكون ايه غير اني همسح الارض، هغير ملايات، المع الاخشاب كده. لكن المطبخ لا، بيحتاج منك مجهود اكتر، بما انك طبعا في بوتاجاز، في ظرف من بره، ظرف من جوه، سيراميك، كل ده طبعا بياخد وقت. وطبعا انا بما اني بقى مغرقه الدنيا وتحت التلاجة كمان، قلت بقى وصل له ميه كده كده، وانا بمسح، وانا لما دلقت ميه في الارض هو كده كده وصل له ميه. فقلت لا، طب ما ناخده بقى كده بالمره، زقيت التلاجة وغسل، وبرده حطيت كده ميه زياده، وقلت برده اما اغسلها كده اهي نضافه بالمره، وكده كده الدنيا غرقانه. بس خليت المطبخ فله. عايزه اقول لكم ريحه النظافه كده كانت في الشقه جميله. كل اللي يدخل من بره يقول لي الله ايه ريحه البرسيل وريحه الكلور والحاجات. لا ماما، الشقه ريحتها نظافه فعلا. وانا بتبسط جدا لما هم بيبقوا مبسوطين. انا ما برضاش اتعبهم بصراحه، لاني طبعا كل واحده عندها بيتها بالنسبه لبناتي الكبار، وعندي ملك بصراحه يعني مش فاضيه بامانه. من الدروس للامتحانات للمدرسه، ده ربنا يقويها يا رب. هنا بقى انا بعمل ايه؟ دي ظرفة المطبخ بتاعت الحلل. انا بقى بقول لكم يعني لقيت حاجة بتجيب حاجة. النشاط جالي مرة واحدة كده، ما اعرفش ازاي. الاول خالص ما كنتش عايزة اعمل دلوقتي، ولقيت نفسي بعد كده عايزة اعمل كل حاجة. هو ده. هو فعلا اللي احنا كده. لما تلاقي نفسك ان انت مالكيش مزاج تعملي حاجة، واول ما تقومي اول حاجة بتشديها تعمليها، تلاقي نفسك جبتي دورة دورة ده وخلصتي كل حاجة. طبعا ان الضرفه دي اكتر ضرفه عندي في المطبخ بتتبهدل، ضرفه الحلل ودرج المعالق، لانهم دول اكتر حاجه ايديا فيهم. قلت طبعا اعملها واخلص منها. وطبعا هي ما بتاخدش مني وقت، انا عايزه اقول لكم ما خدتش 5 دقايق. رصيت الحلل، انا عارفه طبعا الحلل اللي مش قد كده. انا ان شاء الله هحوش من مصروفي وبجيب اللي انا محتاجاه. انا ما بحاولش ان انا اتقل على جوزي في حاجه زي دي او اطلبها منه، لانه هو بصراحه حبيبي كفايه عليه يعني مصاريف البيت والاكل والشرب. فطبعا اي حاجه انت عايزه تعمليها في بيتك وتجدديها، خليها من شطارتك انت. حوشي ان شاء الله كل شهر وفري 200 جنيه من مصروفك، يعني 200 على 200 هتلاقي نفسك بتجيبي حاجه اللي نفسك فيها. وده اللي انا فعلا بعمله في البيت عندي. وان شاء الله انا هجدد في حاجات كده بس شويه. انا هنا بقى بعمل الاكل. اللي جبت نص كيلو بانيه، قطعته شرايح رفيعه، حطيت عليه ملح وفلفل اسود وبابريكا وبهارات وكزبره ومعلقتين كاتشب. وطبعا احاول وبصلايه زي ما قلت لكم صغيره، انا بشرتها بالمبشره. انا ما بعرفش ان انا ما احطش بصلايه او ميه البصل دي. يعني في ناس بتعمل الستريبس او البانيه من غير البصل. يقول لك لا لا مش مشكله البصل، ويحطوا التوابل والكلام دوت، وكفايه البصل البودر والثوم البودر. لكن لا، انا بحس ان البصلايه برضو بتدي طعم للحاجه. تمام. وسبتهم كده منقوعين، يعني في التتبيله بتاعتها، سيبها بتاع ساعه ساعتين. على قد انتي ما محتاجه تعملي الاكل امتى. تمام. انا خرطت هنا بصلايه صغيره. طبعا ما بحمرهاش، انا عموما ما بحمرش البصل في اي حاجه. خليتها بيضه زي ما انتم شايفين كده، كنت بوريها لكم حتى. حطيت عليها واحده طماطم صغيره جدا، يعني عايزه اقول لكم يعني يمكن قد البيضايه. حطيت بقى التوابل بتاعتي، ورق لوري، كاري، كركم، عود قرفه خشب، ملح، بهارات، واحدة مرقة دجاج، واحدة ليمونة مجففة. بس كده. وطبعا وتوم باودر وبصل باودر. وطبعا الريحة مش قادرة اقول لكم بعد ما حطيتها. انا مش قادرة اقول لكم الريحة جميلة وهايلة قد ايه. جبت معلقة كوبايتين رز،
انا غسلتهم وصفيتهم من ميتهم وحطيتهم. انا بعمل هنا الرز بالخلطه. تمام. قلبه تقليبتين كده وبعد كده زود الميه على العين التانية. انا حاطه بتنجانه او بتنجانتين صغيرين، هشويهم. هعملهم بابا غنوج. انا حتى كنت بوريكم دلوقتي ان انا حطاهم على النار العين التانية. وهنا خلاص الرز انا شراء، انا حطيت له الميه يغلي غلوتين كده واوطي عليه. وبعد كده انا بقى بحضر هنا بقى الكفر اللي هيتعمل للبانيه او الستريبس من بره. هو المفروض ان هو ستريبس، بس انا ما حاولتش ان انا انشفه قوي علشان جوزي وملك ما بتحبش الحاجه الناشفه دي. حطيت نص كوبايه دقيق، ربع كوبايه لبن، معلقه نشا، نص معلقه بيكنج باودر، وشويه ملح صغننه قوي لان كل حاجه فيها ملح، وحبه فلفل برضو صغننين جدا. بس كده هو ده اللي انا عملته. انا طبعا ما رضيتش ان انا اتخنها قوي العجينه دي او الخلطه دي، علشان انا لما وهنا حطيت معلقه خل على فكره. انا ما رضيتش ان انا اتخنها قوي او اتقلها قوي، لانها لما بتتقل قوي وتيجي تحطي فيها البانيه او الستريبس بينشف قوي منك. لكن انا حبيتها انها خفيفه شويه كده عشان ما ينشفش قوي. هو طبعا الستريبس المفروض يبقى ناشف، بس انا بقول لكم لان جوزي وملك ما بيحبوش الحاجه الناشفه قوي دي. تمام. طبعا الستريبس المفروض ان هو بيتعمل بالصدور مش بالبانيه، لكن انا ما عنديش الصدور وعندي البانيه، فقلت هو ده يحل الايه يعني الموقف وخلاص. وان شاء الله هيطلع جميل، وفعلا طلع في منتهى الجميل. وهنا طبعا طبق تاني انا حطيت فيه نص كوبايه بقسماط او فيجيتار. وحطيت برضو دقيق، نص كوبايه دقيق، وبهرته بقى. توابل بقى، فلفل اسود، شويه ملح صغنن قوي لان كل حاجه فيها ملح زي ما قلت لكم من شويه. شوية بهارات، شوية فلفل اسود، شوية كزبرة ناشفة، شوية بابريكا، وبس كده. وبقيت اخد البانيه احط في الخلطة اللي هي اللي بالدقيق، وبعد كده احط زي ما انتم شايفين كده. وسبتهم بتاع نص ساعة كده في الدقيق في الكفر ده عشان يمسك بس في البانيه او في الستريبس، عشان لما اجي اقليه ما ينزلش منه. وبعد كده قليته في الزيت. وبكده الاكل خلص وجميل جدا. وعملت البابا غنوج و... وده ليمون وزيتون انا كنت مخليلاه. البابا غنوج انت بتحطي فصين توم وشويه طحينه ومعلقه خل ونص ليمونه والتوابل وبس كده، والسلام عليكم.